اهلا وسهلا بكم يا جماعه. كتير من حضراتكم سالني على موضوع دوره الخل للغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات النص اوتوماتيك، نعملها ازاي عشان نتخلص من الرواسب اللي بتكون موجوده او ان الغساله ما بتنضفش كويس، او حتى ريحه الغساله ساعات بتفرق معانا. هكلمكم النهارده بالتفصيل عن الموضوع ده وعاوزكم تركزوا معايا. الغسالات الفوق اوتوماتيك والنص اوتوماتيك عشان نعمل فيها دوره الخل، الافضل ان احنا نخلي الغساله تعبي ميه. الغساله الاول تعبي ميه وكانك هتغسلي بالظبط. تمام. بعدين بجيب ازازه خل افضيها فوق الميه اللي متعبيه، وبجيب كمان معلقه من ملح الليمون وافضيها برضو على الميه، وبجيب كمان معلقه من الكربونات وافضيها معاهم. يبقى انا كده استخدمت خل، ملح ليمون، واستخدمت كربونات. طب هنحط مسحوق غسيل؟ لا طبعا، لان انا اصلا بعمل دوره الخل عشان اتخلص من بواقي مسحوق الغسيل. انا هنا مش محتاج ان انا احط مسحوق غسيل، لان انا عاوز اتخلص من الترسبات بتاعه المسحوق اصلا. تمام. وبعمل الغساله بتاعتي تشتغل دوره على الفاضي. بعد ما تشتغل دوره على الفاضي كرري نفس الدوره تاني بنفس الميه، خلي الميه دي تاخد حقها في الغساله. يعني انا اعملها دوره غسيل بس، خلصت بعيد نفس الدوره تاني على نفس الميه، مش بدخلها عصر. تمام. لا عصر ولا شطف ولا اي حاجه، هي غسيل بس. لو غساله نص اوتوماتيك يبقى انا بشغلها بالتايمر كده حوالي مثلا ايه 5 6 دقائق. بعدين برجع اشغلها تاني 5 6 دقائق. بعد ما كررت الموضوع ده مره زي ما قلنا، خلاص بشغل الغساله بتاعتي على العصر وبخليها تعمل دوره العصر كامله. طب دوره عصر ليه؟ هو انا اصلا ما عنديش هدوم في الغساله ولا حاجه، لان انا عاوز الغساله بتاعتي تتخلص من بواقي الميه دي بالكامل. وبالتالي لما ادخلها عصر طالما هتشتغل، الميه دي هتنزل كمان تنظف وصلات الصرف، وتنظف كمان الطلمبه بتاعتي في سكتها. يبقى انا كده عملت تنظيف كامل للغساله. كفايه كده. لو انت عاوز تعملي الصح كمان اعملي بقى دوره على الفاضي. يعني ايه؟ دوره غسيل مثلا حوالي اقل دوره عندك عشان بس ننظف الغساله زي عمليه شطف كده. وبالتالي يبقى انا كده طهرت الغساله من الموضوع بتاعنا ده. عاوز اقول لكم يا جماعه استخدموا مسحوق يكون محترم، ما تستخدموش حاجه الشارع عشان ما ياثرش على الغسالات بتاعتكم. كمان بعد ما تخلصي كل غسله نضفي الفلتر بتاع الغساله بتاعتك، نضفي الغساله كويس، ما تقفليش الباب، ما تخليش الباب بتاع الغساله بتاعتك يقفل. وبالتالي هيعمل ايه؟ هيكتم الريحه اللي جوه الغساله، وهيخلي الغساله بتاعتي تعمل ريحه كمكمه على الفاضي، لان انا قفلت الباب بتاع الغساله على طول بعد ما خلصت. تمام. ده كمان بيخلي اجزاء الغساله الداخليه تصدي بسبب ان انا كتمت بخار الميه جوه الغساله. فالموضوع ده مهم قوي انكم انتم تعرفوه وتعملوه. تمام. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.